mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Prof Naïm. Alors اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا التصحيح ديال ان examen régional donc de le roman à thèse le dernier jour d'un condamné يعني ماخوذ من الروايه le dernier jour d'un condamné. bien sûr هذا الاكستري اللي عندنا اليوم هو ماخوذ من لو شابيتر 7 يعني لو شابيتر 7. فتبعوا معايا نقراو النص وغنشرحوه ومن بعد غنقراو لي كيستيون وغنشوفوا لي ريبونس. فبهذه الطريقه هذه غادي يمكن لك انك تعرف تجاوب على دوطرو اكزامان ريجيونو يعني حيتاش بريسك لا ميم استراتيجي حيتاش كيعتمدوا على نفس تقريبا لا استراتيجي باش كيحطوا هاد لي زيكزامان ريجيونو هادو. فإلا خدمتو كيف ما ديجا قلت لكم لو ماكسيموم ديال لي زيكزامان ريجيونو راه غادي تجاوبوا مزيان ان شاء الله نهار الجهوي. فقط يكفي انه خاصك انت ترد البال مع يعني لا كيستيون اللي تحطات لك وكيفاش غادي تجاوب عليها. طبيعه الحال الامتحان الا شفتي ليكسبليكاسيون كيفاش كتجاوب ماشي هي الا قريتي لي ريبونس حيتاش في لي ريجيونو اللي كتلقاو في لي بي دي اف ايتترا كيكون الجواب يعني معطي بواحد الطريقه واجده ايتترا وبارفو ما كتعرفش اصلا علاش تحط هذاك الجواب ولا. فهاد لي فيديو هادو صالحين باش انك تعرف كيفاش وعلاش درنا هاد الجواب وماشي شي جواب اخر. فخليكم معايا حتى لفان لا فيديو. ما تنساوش اعجاب اشتراك بالقناه باش يوصلكم كل جديد و بون كوراج بور تو. alors donc comme j'ai déjà dit que هاد لو تيكست هذا ماخوذ من لو شابيتر bien sûr 7 ديال لو dernier jour d'un condamné. غادي نقراو النص ونفهموا. que ce jeu j'écris ici puisse être un jour et autre. يعني هنايا لو كونداني اللي هو لو ناراتور يعني كيتسائل اشنو غيكتب في هاد لو جورنال. بطبيعه الحال حنا عرفنا ان اشنو قرروا بيان لا ديسيزيون ديال لو كونداني هي يكتب ان جورنال انتيم واحد المذكره يوميه اللي غيعبر فيها بطبيعه الحال على المعاناه لي سوفرانس لي دولور ديالو. قال ربما غادي نكتب هاد لو جورنال هذا ربما غيكون نافع شي نهار لشي ناس اخر. alors que cela arrête le juge prêt à juger. او ربما هاد لو جورنال انتيم هذا يوقف الاحكام اللي كيصدروها بعض القضاة في حق هاد الناس هادو اللي كيكونوا يعني في السجن. cela sauve دي مالوغو. او ربما نقضوا بعض يعني البؤساء اخرين اللي هما محكوم عليهم سواء بالاعدام او لا بالسجن يعني داروا شي جريمه اخرى. alors soit innocent ou coupable يعني سواء يعني ابرياء او لا مذنبين. coupable يعني c'est un criminel. alors de l'agonie à laquelle je suis condamné. pourquoi donc علاش لا ما نكتبش à quoi bon ولكن يعني ربما هذا الجورنال انتيم لاش غيصلح داكور. دونك اشنا هو الاهميه ديالو كامبورت. دونك دائما نفس يعني هنا لو كونداني دائما كيطرح دي كيستيون. دونك il s'agit d'un monologue il parle avec lui-même يعني كتبت هذا لو جورنال هذا لاش غيصلح يعني الاهميه ديالو فين غادي. ما تيت اورا ايتي كوبي يعني فاش غيقطعوا لي الراس ديالي. donc qui est-ce que cela me fait qu'on coupe d'autres يعني بما انهم الا قطعوا مثلا الراس ديالي فاش غينفع هذا الشيء هذا الا تقطعوا باش غيهمني مثلا ولا باش غينفعنا انهم قطعوا الراس ديال ناس اخرين. alors est-ce que vraiment j'ai pu penser si foulé واش انا يعني عارفه اش كندير واش فكرت مزيان في هذه الحماقه اللي كنفكر انني ندير بما انني يعني غادي نموت وغيقطعوا لي راسي واش هذا الشيء غينفع ولا كيهم هذا لو جورنال انتيم او لا puisque je vais mourir يعني c'est bas l'échafaud après que j'y aurai monté. بطبيعه الحال هنايا كيقول بانه غيكون يعني تحت لي شافو كيف ما شفنا هي لا غيوتين اللي هي الاله اللي غيتم بها الاعدام. alors donc je veux demander un peu ce qui m'en reviendra. نشوف شنو اللي غيوقع ليا. alors quoi le soleil le printemps les champs pleins de fleurs les oiseaux qui s'éveillent le matin les nuages les arbres la nature la vie tout cela n'est plus à moi. donc هنا le narrateur donc il s'agit bien sûr la figure de style هنا عندنا une accumulation puisqu'on a un champ lexical de la nature ou aussi on peut dire qu'il s'agit d'admiration. علاش يعني هنا le narrateur il est en train de compter les choses اللي غادي تحرم منهم يعني قال لك هنا واش هاد لي زيليمون هادو يعني الشمس الربيع لو شامب بلان دو فلور يعني الحقول اللي فيها الزهور الطيور يعني الغيوم كذلك الاشجار وكذلك الطبيعه الحياه واش هادشي كامل ما بقاش دونك تو سولا ني بلوز ان موا ما بقاش ديالي ولا غنتحرم منه. او سي موا كيل فودغي سوفي. دونك هنايا لو ناراتور كيتحسر كيقول بانه خصو اول حاجه ينقذ راسو. دونك فودغي من الواجب انه ينقذ راسو اول حاجه. est-il bien vrai que cela alors ne se peut
يعني واش هادشي ما يمكنش، يعني ما يمكنش نقد راسي. كيل فودغا موغيغ دوما، وخاصني نموت غدا. اوجوردي بوتيتر، اولا اليوم حتما، اولا ممكن يكون حتى اليوم. كوسولا اي انسي او ديو، دونك عاوتاني هنا باقي عندنا يعني الحسره او ديو، دونك يا الهي. لوريبل ايدي، لوريبل ايدي، قلنا لوريبل سافو دير موفيز او بيان، دونك يا ايدوز، يعني واحد الفكره اللي هي يعني قاتله وكتعذب هاد لو كونداني. بطبيعه الحال بارل دو كي ليدي، elle parle de l'idée de la mort. alors à se briser la tête en mur de sang cache. d'accord، يعني هنايا هاد الفكره هادي كتبقى يعني كتضرو في راسو في بطبيعه الحال في لو كاشو ديالو. لو كاشو قلنا لوتر سينونيم ديالها هو لا سيلول. دونك هاد ليكستري اون جينيرال يعني كيهضر على ان لو ناراتور يلي perturbé puisqu'il est posé plusieurs questions. On l'appelle les questions, les fausses questions. اللي كيطرح مجموعه ديال الاسئله اللي كيعبروا على الحاله اللي هو فيها. يعني هنايا محاير واش غيكتب هذا لو جورنال انتيم، وفي حاله خدا يعني يكتبوا واش غيقدر يصوفي به راسو ايتترا. وهنايا في الاخير كيهضر على ليدي اللي دائما كيف ما قلنا دونك اوبسيدي باغ ليدي دو لا مور. هاد ليدي هذه اللي كتعدو دائما وكاينه معاه اين محل وارتاح. باس او كيستيون. دونك بطبيعه خصكم تعرفوا انه نهار الريجيونال عندكم 10 ديال لي بوين على لا لونغ لا كومبريونسيون، وعندكم 10 على لا برودكسيون اكريت. سافو دير راه النص في لا برودكسيون والنص في la compréhension globale ديال. Alors la première question elle est très facile, donc recopier et compléter le tableau. Donc le titre de l'œuvre, ça veut dire العنوان ديال الروايه، l'auteur الكاتب، لو جونر النوع الادبي، et le siècle اللي هو لو سيكل اللي هو الحقبه الزمنيه اللي تم الكتابه ديالها. فوالا لا كوريكسيون ديال هذا ليكزامان بطبيعه الحال. alors la première question قلنا لو تيتر دو لوفر اللي هو لو ديرني جور دان كونداني. قلنا الا لقيتي لو تيتر راه هو لا سورس. دونك لو ديرني جور دان كونداني. لوتور الكاتب هو فيكتور ايغو، الكاتب وليس الراوي. الكاتب راه قلنا ماشي هو الراوي، الراوي هو لو دانيا مور. لو جونغ ليتيرير قلنا النوع الادبي اللي هو رومون اتيز. قلنا اشنا هي ان رومون اتيز، سافو دير لو رومون اترافير لوكيل اون ديفون اون ايدي، يعني كندافعوا ولا كنحاولوا نرفضوا واحد الفكره معينه. لو سيكل بطبيعه الحال الزمان المده، يعني الحقبه الزمنيه هو لو 19 سيكل، يعني القرن التاسع عشر. دونك لا كيستيون دو سو كومبوز كيستيون، يعني فيها جوج ديال الاسئله. الوغ كي راكونت سافو دير شكون كيدوي في النص، و سو باس لا سين، يعني فين كيوقعوا احداث ديال هذا لو شابيتر هذا. الوغ دونك لا ريبونس دو لا كيستيون دو سي اللي كيحكي في النص هو لو ناراتور، هو الراوي اللي هو لو كونداني مور، وماشي هو فيكتور ايغو. صافي لا كيستيون بي سافو دير او سو باس لاكسيون. دونك دون لا بريزون دو بيسيتر. بطبيعه الحال حنا عرفنا ان لي شابيتر اللي كاينين عندنا في بيسيتر عندنا من شابيتر 1 جوسكا شابيتر 21. دونك طبيعي جدا حنا عندنا قلنا ليكستري لي تيري دو شابيتر 7 بحال لو شابيتر 7 كاين عندنا في لا بريزون دو بيسيتر. La troisième question, situe le passage par rapport aux événements de l'œuvre. يعني غادي نحاولوا نديروا la situation de passage par rapport. Alors, quand vous voyez ici le narrateur, donc bien sûr قلنا situe le passage par rapport à l'œuvre، يعني خصنا دائما نتوما تذكروا يعني لو كونتكست هيستوريك ديال هاد الروايه هذه. غير انا ما ذكرتو علاش، حيت ديجا كاين عندي في هاد لا كيسيون. دونك بالنسبه لي انا ما نتوما خصكم تذكروا. دونك سو باساج est un extrait tiré du dernier jour d'un condamné de l'écrivain Victor Hugo, un roman à thèse écrit, etc. Alors ici le narrateur a été condamné à mort et transféré à la prison de Bicêtre pour un séjour de 6 semaines avant son exécution. يعني هنايا كيهضروا على لو كونداني اللي كاين في بيسيتر. بطبيعه الحال نقلوه لهاد لا بريزون هادي باش غيجلس فيها 6 يعني اسابيع قبل من الاعدام ديالو. ليكزيكسيون قلنا هو تطبيق الحكم. numéro 4. Alors quels sont les arguments avancés par l'auteur pour justifier son recours à l'écriture؟ يعني اشنا هما الحجج اللي اعتمد الكاتب او الراوي باش يعني يكتب، يعني اللي خلاوه انه يكتب. alors بطبيعه الحال عندنا بزاف ديال لي زارغيمون، ولكن حنا اختارينا غير واحد 3. دونك سي زيكري بوف اتر ان جور utile à d'autres، يعني ممكن هادشي اللي غنكتب يعني ممكن ينفع ناس اخرين اللي ربما غيطيحوا في لا ميم سيتوياسيون. سي زيكري بوف اتر اريتي لو جوج بري ا جوجي، يعني ممكن توقف اولا تدير اعاده النظر ديال هذوك الحكام ولا القضاة اللي كيصدروا الاحكام. puis donc ces écrits peuvent sauver des malheureux donc innocents ou coupables de l'agonie. يعني ممكن هاد الكتابه او هاد لو جورنال انتيم انه ينقذ بعض يعني البؤساء، سواء ابرياء سواء يعني كوبابل
اللي محكوم عليهم كذلك يعني في لا بريزون او بيان لا كونداناسيون. نيميرو 5 choisissez la bonne réponse، يعني هنا غنختاروا بالصحيح. alors dans ce passage le narrateur écrit، يعني هنايا في هذا لو باساج اللي عندنا يعني الراوي قرر انه يكتب. اشنو قرر يكتب؟ est-ce qu'il a donc décidé d'écrire une lettre au procureur général ou bien un journal intime ou bien une lettre à sa fille Marie. يعني هنا اشنو قرر الكاتب في هذا لو شابيتر اللي عندنا؟ يكتب لا ريبونس بطبيعه الحال. dans ce passage le narrateur écrit son journal intime، يعني قرر انه يكتب المذكره اليوميه ديالو اللي غيعبر فيها على الاحاسيس يعني المعاناه اللي عاشهم في هاد لا بريزون هادي. La question numéro 6. Dans le passage, le narrateur regrette la perte de plusieurs choses. يعني هنايا في هذا لو شابيتر اللي عندنا لو ناراتور روغريت، يعني يندم على فقدان ولا كيتحسر بطبيعه الحال على فقدان مجموعه من الاشياء. كيف ما ديجا شرحت لكم عندنا واحد لينوميراسيون بيان اكوميلاسيون، يعني اشنا هما لي شوز اللي فقدهم هذا الكاتب. كيف ما شفنا دون لو باساج لو ناراتور روغريت لا بيرت دو بليزيور شوز، يعني فقد مجموعه من الاشياء، مثلا لو سولاي الشمس، لو برانتون يعني الربيع، لي شون بلان دو فلور الحقول اللي فيها يعني مجموعه من الورود، لي زوازو، لي نوياج، لي زاربر، لا ناتور، لا في اتسيتيرا، يعني مجموعه من الاشياء اللي كيتمتعوا بها الناس اللي هما احرار. بي بطبيعه الحال 6 فيها ا اي بي. لا كيستيون بي alors quelle est la cause de cette perte؟ يعني هاد الاشياء اللي فقدهم اشنو السبب اللي خلاه يتحرم على الجوي لي très clair donc car il est un condamné à mort ou bien à cause de sa condamnation à mort، يعني حيتاش هو محكوم بالاعدام. la question 7 quelle figure de style connaissez-vous dans le deuxième paragraphe؟ بطبيعه الحال فاش كنهضروا على لو deuxième paragraphe يعني كنقصدوا donc ici. alors donc quoi le soleil le printemps les champs etc. déjà عطيتكم اصلا الجواب ولكن غنشوفوا لا كيف ما قلت لكم ممكن نقولوا اون انوميراسيون حيتاش الكاتب بحال كيحسب يعني عدد الاشياء اللي تحرم منها، او لا اكوميلاسيون حيتاش عندنا واحد لو شون ليكسيكال دو لا ناتور. دونك عندنا حتى فيها دو كيستيون ا اي بي. كيل تيب دو فراز او موداليتي دومينونت دون لو باساج، يعني اشنا هو نوع الجمل المهيمن في النص. Qu'il y fait à travers l'emploi de ces types de phrases le narrateur cherche-t-il à créer، يعني اشنا هو الهدف من استعمال هاد. Alors donc bien sûr le type ou bien les types de phrases, donc il s'agit des phrases interrogatives et exclamatives، يعني عندنا جمل اللي كيف ما شفنا ان الكاتب كيطرح مجموعه من التساؤلات، يعني واش هاد لو جورنال انتيم اللي غيكتب واش عنده شي اهميه او لا، وكذلك اكسكلاماتيف يعني عنده بعض التعجب من داكشي اللي كيدير، واش بصح غينفع شي حد، واش هادشي اللي كيدير ماشي شي حماقه. بي دونك l'exclamative permet de deviner les émotions du narrateur, donc l'indignation, la souffrance, l'angoisse etc. يعني هاد لي فراز اكسكلاماتيف ce sont des choses اللي كيخليونا نفكروا ولا يعني ايماجينيو هاد النوع ولا حجم لي سوفرانس اللي كيعيشوهم هاد لو كونداني مور. كذلك انتيروغاتيف s'adresse au lecteur et à lui-même et traduisent donc l'incertitude du narrateur quant à la postérité et à l'utilité de son journal ou bien de son œuvre. يعني بطبيعة الحال الهدف من استعمال هذا النوع ديال الجمل خصوصا الجمل اللي هي استفهامية ان الكاتب يعني كيسول نفسه في نفس الوقت، وكذلك كيطرح هذا السؤال بطريقة يعني امبليسيت على لو ليكتور، يعني الناس اللي غيقراو هذه الرواية هادو باش حتى هما يفكروا في هاد لي ريبونس واش غيلقاو اجوبة ولا ما غيلقاوهمش. كذلك هاد لي كيستيون هادو كيبينوا ان لو كونداني الي شوكي بيرتوربي يعني حاير à cause de l'idée de la mort. La question numéro 9 donc quelle idée dangereuse tente le personnage vers la fin du passage، يعني في الاخر ديال لو باساج بطبيعه الحال لو كونداني هضر على واحد الفكره او لا يعني ختم الباساج بواحد الفكره اللي هي douloureuse horrible et aussi hideuse. donc كيف ما شفنا هنا في الاكستري donc il a dit oh Dieu l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. donc بطبيعه الحال قلنا هنا اش من فكره علاش كيهضر فكره الاعدام. donc نشوفوا لا alors comme vous voyez ici l'idée de se suicider, de se donner la mort, se briser la tête au mur de son cachot. بطبيعه الحال الفكره اللي كان كيدوي عليها هي الفكره ديال الاعدام اللي غدا. donc la dernière question le narrateur pense en priorité à sauver sa vie. trouvez-vous donc son attitude égoïste ou raisonnable? pourquoi?
بطبيعه الحال هنا لا كيسيون كتقول لك بان بويسكو هاد لوناغاتور اللي هو لو كوندانيامون فكر انه ينقذ راسو ينقذ الحياه ديالو، اشنو كيبان لكم؟ واش كيبان لكم بانه واحد الانسان اللي اناني وفكر غير في راسو وما فكرش ربما في العائله ديال الضحيه اللي كان عنده معاه المشكل ايتترا، او لا كان ريزونابل عنده الحق في القرارات اللي كيتاخذ؟ ودونك بوركوا لا دونك لا دوزيام كيستيون بوركوا. يعني هنا عندنا دو كيستيون كومبوزي، يعني عندنا هنا شقين. ردوا البال حتى لهاد النوع ديال الاسئله، بارفو كيكون السؤال مركب كتجاوبوا على النص وكتخليو النص، فاش كتعطاكم لا نوت في الريجونال كتقولوا علاش وكيفاش. دونك راه بحال هاد الامور هادي فاش كتمشي لكم هذيك نص نقطه. السؤال 10 دائما قلنا راه هو سي اون كيستيون دوبينيون، يعني واحد السؤال عنده علاقه بالراي الشخصي ديالكم. بطبيعه الحال هنا يعطيكم غير مثال، نتوما تعطيه هنا غير مثال، نتوما كتعطيو الجواب اللي بان لكم. الوغ دونك جو تروف سون اتيتود، دونك هنا استعملنا ان فيرب دوبينيون كيف ما قلنا من قبل ضروري، سون اتيتود ريزونابل، يعني كنشوف بان اللي كيقول الفكره اللي كيقول هو بانه يحاول ينقذ راسو ايتترا ريزونابل، يعني محقه. علاش؟ كار سي ان اتر هيومان، اولا حيتاش هو انسان وبالتالي عنده الحق انه يعيش كباقي البشر. الوغ سونسي qui a naturellement donc le droit de survie، يعني بطبيعه الحال كيف ما قلنا عنده الحق انه حق طبيعي عطاه ليه الله عز وجل انه يعيش بحاله بحال البقيه. دونك il a avoué et regrette son crime mais il ne veut pas mourir. بطبيعه الحال هنا راه هو معترف بالخطا والجريمه اللي دار، وكذلك يعني عنده واحد الندم، يعني واحد الندم واحد التخوف ايتترا، ولكن ما بغاش انه يموت. دونك il est attaché de la vie، متشبت بالحياه. Et voilà concernant هاد l'examen régional. دونك كنتمنى انكم تخدموا d'autres examens. غادي نشوف ان شاء الله نخدموا واحد l'examen régional ديال Antigone. Donc j'ai déjà travaillé avec vous l'examen régional de la boîte à merveilles، راه كاين في لاشين، هذا ديال لو dernier jour d'un condamné. غنخدموا واحد في الانتيغون باش تعرفوا غير كيفاش ممكن انك تجاوبوا، كيفاش الطريقه اللي كتحطوا بها هاد الامتحانات هادو. بطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم دائما، اجا دير بريباراسيون ديالك، خدم امتحانات برودكسيون كريت، ما تنساوهاش، ما تقولش لا ما سوقيش ما كنعرفش ايتترا، راه لا موتي ديال ليكزامان ريجونال. الوغ انك تفيكسي المعلومات اللي راجعتي بطبيعه الحال من قبل، هو انك خصك تخدم لو ماكسيموم ديال لي زيكزامان ريجيون. وبطبيعه الحال باش غتخدم هاد الامتحانات خصك ضروري تكون ديجا مراجع، ما غاديش نجي انا نخدم امتحان وانا ما مراجعش، فبحال كتخدم في الرمله. Merci pour votre attention et à la prochaine.